بيحكي الفيلم عن واحد محارب في الجيش، بس بيكون حلمه انه يفتح مدرسة يعلم فيها فنون القتال ويستقيل من شغله. بيبدأ فيلمنا في حتة كلها جبال، وبيظهر حاجة زي كهف كده وقاعد فيها ناس شريرة، وبيكونوا أسرين الأمير ابن الإمبراطور وبيبقوا هيقتلوه. وبيبقى في مجموعة من جيش الإمبراطور بيدخلوا الكهف بقيادة سو، وبينقذوا الأمير في آخر لحظة، وبيحصل هجوم بينهم وبين جنود الإمبراطور وهم اللي بيتغلبوا عليهم. وساعتها سو بيؤمر الجنود انهم يودوا الامير مكان امن، وبيفضل سو يحارب العصابه دي لوحده. وبعد كده في المعسكر بيروح يوان اخو سو وبيقول للامير ان ممكن يكون سو اتقتل، بس الامير بيقول له يروح يجيبه دلوقتي وياخد معاه مجموعه جنود وتجيبه حي او ميت. بس قبل ما بيخلص كلامه بيدخل عليهم سو وبيكون لسه عايش، وبيكون معاه الجندي ماو مصاب. وساعتها بيقوم الامير بيقول لسو شكرا علشان انقذت حياتي، وعشان كده هكلم لك الامبراطور يرقيك ويخليك حاكم مدينه هوبي. فسو بيقول له لا شكر ولا حاجه، وانه ما عملش غير الواجب، وان اخوه يوان يستحق اكتر منه لمنصب الحاكم. بس ساعتها الامير بيرفض وبيقول له انه عارف ان يوان اخوه بالتبني، وان ابوك هو اللي مربيه، بس هو متهور وما ينفعش للمنصب ده، وانا عايزك انك انت تكون الحاكم. في نفس الوقت يوان بيكون واقف بره الخيمه وبيسمع كلامهم وبيبقى متضايق جدا. وبعدها الجيش بيحتفل بالنصر، وسو بيدي السيف بتاعه هديه لصديقه ماو اللي كان مصاب. وشويه وسو بيروح ليوان اللي بيكون قاعد بعيد وزعلان، وبيساله انت قاعد لوحدك ليه، وكمان ليه مش بتحتفل معانا بالنصر؟ فسو بيقول له انت هتبقى القائد من بعدي، عشان انا قررت اخد اجازه طويله جدا وارجع للبيت. فيوان بيقول له انت لسه يا دوب كسبان معركه كبيره. فسو بيقول له انه مش عايز يكمل في الجيش، وان الحاجات ديت مش من طموحاته، وهو بيقول له انه عايز يستقيل ويفتح مدرسه يعلم فيها فنون القتال. وبيقول ليوان انه هيخلي الامير يخليه هو الحاكم. فيوان بيقول له ان الامير اصلا مش بيحبه. فسو بيقول له انا عارف، بس انا لما همشي هيبتدي يشوفك صح وكل حاجه هتبقى كويسه. فسو بيقول له انه بيتمنى انه يكون عيله صغيره هو وينج، ويعيش ويستقر في هدوء، وينج دي بتكون اخت يوان. ويوان بيشكر سو وهو بيوعده انه هيرد له الجميل في يوم من الايام. وبعد مرور كذا سنه بيظهر سو وهو بيتدرب على القتال، وبيكون معاه مراته ينج وهي بتعلم ابنه آداب الضيافة، وبيبقوا عايشين في سعادة وسرور. وبيجي أبو سو وهو بيقول لهم إن يوان جاي يزورهم بعد سنين من الغربة، وإنه كان عارف إنه كده كده هيجي في يوم من الأيام. وقتها سو بيطلب من ينج تظبط ضيافة للاحتفال بأخوها. فأبو سو بيقول له إن يوان دلوقتي بقى حاكم، وإن أكيد في سبب تاني هو اللي جابه لهنا، وبيقول له ياخد باله ويكون حريص معاه. فسو بيرد عليه وبيطمنه وبيقول له إنه أكيد نسى موضوع أبوه، لأن الموضوع ده من زمان جدا، وهو متأكد انت ليه قتلت ابوه، ده غير انك ربيته انت وينج زي ولادك بالظبط واكتر، وانا كمان اتجوزت اخته، يعني مفيش اي قلق منه. فابوه بيزعق له وبيقول له مش معنى ان الموضوع محدش بيتكلم فيه يبقى اتنسى، لازم تاخد بالك. وبعد شويه بيوصل يوان للبيت، وبتخرج ينج وابنها وبيستقبلوه. ووقتها سو بيكون بيفتح المدرسه وبيقابل الجنود والاهالي وبيضيفهم. اما يوان بياخد اخته وبيدخلوا للبيت، وبيكون ابو سو في انتظاره وبيبقى فرحان جدا. ولما يوان بيقرب عليه ابو سو بيحس انه مش جاي في خير ابدا، وملامحه بتتغير وبيقرب من ابوه وبيسلم عليه وبيقول له كل سنه وانت طيب. وشويه وهو بيدخلوا جوه، وابو سو بيقول ليوان انا عارف انك لسه فاكر قصه موت ابوك، وان انا اللي قتلته، بس ده كله بسبب انه تمادى في استخدام قبضات الموت الخمسه ويتحول لقاتل شرير، بس انا ربيتك زي سو ابني وما فرقتش بينكم، وسو حبك كمان زي اخوه. وفجاه يوان بيضربه في بطنه وقال له الكلام ده اللي انت بفهمه للناس، واجبرتني اكون ابنك بالعافيه، ومسكه من رقبته ورماه على الارض. يوان بيقول له حتى ابنك سرق اختي الوحيده مني. وساعتها ينج بتاخد ابنها وبتجري بسرعه بعيد عن يوان، بس الحراس بيرجعوها ليوان تاني. فيوان بيقطع ايد الحارس اللي لمست اخته، وبيقول لها انه مش هيلومها، وبيعرفها انه هياخدها تعيش معاه. وساعتها في راجل عجوز بيروح يقول لسو ان يوان قتل ابوه وكان جاي ينتقم. وبيجري سو على البيت وبيلاقي الحراس كلهم ميتين ومرميين على الارض، وابوه كمان مرمي في الارض وراسه مقطوعه وكمان مش موجوده. فجاه بيتحدف على سو كميه كبيره جدا من السكاكين اللي بتطير في كل مكان حواليه، وبنعرف ان يوان سايب راجلين يخلصوا على سو، وبيدخل سو في هجوم معاهم بس مش بيقدروا عليه. وفجاه الجنود بتنسحب وبيهربوا باحصنتهم وبيروحوا ليوان، وسو بيكون وراهم بحصانه. وفي نفس اللحظه يوان بياخد راس ابو سو وهو بيقدمها لروح ابوه، وبيعتذر ليه انه تاخر عقبال ما جاب له حقه. اما عند سو
فبيفضل ورا الاتنين اللي كانوا عايزين يقتلوه لحد ما بيوصل للمكان اللي بيكون يوان فيه، وبيفضل يحارب في الحراس اللي هناك. وساعتها يوان بيأمر الحراس انهم يوقفوا قتال، وبعدها سو بيقول له ازاي تخون الراجل اللي رباك واعتبرك زي ابنه. وينج بتفضل تتحايل على سو انه يمشي وهيكونوا بخير، بس سو بيبقى مصمم انه يقتل يوان علشان يعرف ياخد عزا ابوه. وبيهجموا على بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض، بس بيبقى في حاجه غريبه ان كل ضربات سو ما بتأثرش في يوان. وفجأة يوان بيظهر له درع قوي على جسمه، وبيبقى عامل سحر القبضات الخمسة السامة على جسمه، وبيضرب سو في بطنه لكنه بيكمل ضرب فيه. فيوان بيمسك ايده وبيخلي السم ينتشر في جسمه، وبيجري عليه ابنه وبيطلب من يوان انه ما يموتش ابوه. فيوان بيقول له علشان خاطر ابنك بس مش هموتك، وبيشيله وبيرميه في البحر. وبتجري ينج على الجسر وبترمي نفسها هي كمان في البحر وراه. ويوان بيقول للحراس انهم ينزلوا بسرعه ينقذوها، وبيقولوا له ان الموج عالي جدا والتيار قوي عشان كده مش هيعرفوا ينزلوا. فبيسحب السيف بتاعه وبيذبحهم كلهم. وشويه وبنلاقي ينج انقذت سو وخرجته من الميه، وبيكون جسمه كله مزرق من التسمم. فبتعمل نقاله من الخشب وبتحط سو عليها وبتسحبه على الجبل، بس فجاه بيتزحلق منها لتحت وبيبقى على وشك انه يقع من فوق الجبل ويموت. لكن فجاه بتمسكه المعالجه يو اللي بتكون بتجمع الاعشاب الطبيه النادره من الجبال، ويو بتساعدهم وبتاخدهم لبيتها وبتعالج سو من السم. ولما بتعرف حكايتهم بتقول لهم انهم يفضلوا قاعدين معاها لحد ما سو يخف ويبقى كويس. وبتقول لسو ان من حسن حظه ان جسمه قوي وقدر يستحمل السم، لان لو حد مكانه كان زمانه مات. فبيحاول سو يتحرك ويقوم من مكانه، بس بيلاقي ايده مش قادره تتحرك. فينج بتقول له ان اوتار ايده كلها اتقطعت وقدامها شويه وقت عقبال ما تخف وترجع تاني. وبعد مرور كذا سنه بنشوف فينج ابن سو كبر في بيت يوان وبيبقى قاعد بيرسم امه. اما عند سو فبيكون لسه مرجعش لحالته الطبيعيه علشان يعرف يواجه يوان من تاني. وبتروح ينج وبتقول لسو انت من امتى كنت كده؟ عمرك ما كنت تعرف الهزيمه وكنت دايما شجاع. فبيقوم سو وبيبدا تدريب من جديد علشان ترجع له قوته من تاني. وبعد كده سو بيروح لينج وبيشوفها وهي بتعمله المشروب، وبيقول لها انه حلو جدا من ايديها، وبيقعدوا سوا وبيوعدها انه يرجع لها ابنها من يوان. وبعدين سو بيشوف في حلمه انه بيحارب وبيتشجع اكتر، وبيبقى كله عزيمه واصرار انه يرجع زي زمان. وبيفضل يتدرب تدريبات صعبه جدا، بس في يوم بيشوف ناس غريبه بتقدر تطير في السماء، وبيشيلوا بعض وبيتحركوا بسرعه عجيبه جدا في الهواء. فبيجري وراهم علشان يعلموه ازاي يعملوا كده. وبيلاقي نفسه في معبد وبيقابلهم وبيقول لهم انه عايز يتعلم ازاي يطير في الهواء زيهم كده. وبيقولوا له ان في كذا اختبار لازم تنجح فيهم الاول علشان نعلمك. وبتبدا الاختبارات فعلا، وكانت صعبه جدا، واتضرب لحد ما جسمه وجعه جدا وما بقاش قادر يتحرك. ولما بيروح مراته بتلاحظ الجروح في جسمه وبيقول لها ان ده من اثر التدريب. وبيفضل كل يوم يروح المعبد وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيتعب. وفي يوم من الايام حكى الينج على الناس دي وانهم بيدربوه على القتال، وبيقول لها ان ثقته بنفسه بدات ترجع من تاني، وينج كمان صدقته. اما بقى عند يوان فبنشوفه هو بيحط ايده في وسط العقارب علشان يسحب السم منهم، وبيفضل يتدرب على قبضات الموت الخمسه السامه. وبنرجع عند سو والمعالجه ياو بتقول له ان خلاص مفعول السم راح من جسمه. وبيفرح سو وبيقول لهم انه رايح التمرين. وبعدها ياو بتقول لينج ان سو لسه تعبان برضه، فما تخلوش يعمل تمرينات كتير علشان ما يتعبش. اما عند يوان وهو في اوضه التدريب وبيكون فينج مربوط من رجليه بسلاسل حديد، وبينزل اوضه التدريب وبيلاقي يوان بيقتل واحد بالسم. وفجاه فينج بيهاجمه تعبان وبيتخض، وساعتها يوان بيشوفه وبيزعق له وبيقول له انت لو مت انا هبقى وحيد. ففينج بيطلب منه انه يفك السلاسل اللي في رجله، فيوان بيرفض طبعا وبيقول له انا لو فكيت السلسله دي انت هتهرب وتسيبني لوحدي. ففينج بيعيط جدا وبيقول له انه مش هيهرب، فبياخده في حضنه وبيعيط هو كمان. بعد سنه سو بيروح يتدرب تاني مع الناس اللي بتطير دي، وبتكون التدريبات صعبه جدا جدا، وينج بتبقى شاكه في الموضوع وقررت تروح وراه علشان تشوف الناس دول بعينيها. وبتروح وبتلاقي سو عمال يضرب نفسه بوحشيه جدا، واتضح ان الناس دي مخلوقات وهميه اخترعها سو في عقله وملهمش وجود اساسا. ولما بيرجع البيت ينج بتقول له انا رحت وراك لما كنت بتتدرب وما لقيتش معاك اي حد هناك وكنت لوحدك كمان. فبيقول لها ازاي؟ امال كل الجروح اللي في جسمي دي حصلت ازاي؟ فبتقول له انت اللي بتعملها لانك بتتخيل حد بيضربك. بعدها سو بيشوف الاشخاص الوهميه دول من تاني، وبيقول للراجل العجوز
ان مراته بتقول عليهم انهم وهم وانها مش مصدقاه. فالراجل بيرد عليه وبيقول له مش مهم احنا ايه، المهم انك دلوقتي جاهز للانتقام. وشويه وبيرجع سو للبيت وبيلاقي ينج سايبه له جواب وبتقول له انها رايحه تنقذ ابنهم. وبتروح فعلا عند يوان وبتشوف فينج وبتبقى لحظه مؤثره جدا. وبيجي يوان وبيفرح جدا ان ينج لسه عايشه وبيقول لهم انهم اخيرا هيعيشوا عيله كامله مع بعض. وينج بتطلب من يوان يسيبهم يمشوا، فيوان بيرفض وبيقول لها انه ما صدق لقاهم مره تانيه. وبيجي واحد من الحراس وبيقول ليوان ان سو دخل القصر مره تانيه ويوان بيضربه. وساعتها سو بيضرب كل الحراس وبينتصر عليهم كلهم. ويوان بيأمر الحراس انهم يربطوا فينج وبياخدوه من امه غصب عنها. وبيأمر الحراس يدفنوا ينج حيه في الغابه، وفعلا بياخدوها وبيحطوها في صندوق وبيدفنوها حيه. وبعد شويه الحراس بترجع ليوان وبيطمنوه انهم خلاص دفنوها. فبيسألهم حد يعرف مكانها غيركم؟ فبيقولوا له لا، فبيقتلهم كلهم. وبيخلص سو على باقي الحراس وبيسأل يوان فين مكان ينج. فيوان بيقول له انسى انك تعرف مكانها. وسو بيقطع السلسله اللي في رجل فينج وبيفكها. وبيفضل يوان وسو بيضربوا في بعض فتره طويله جدا. وفي الاخر سو بيقدر انه يقطع الدرع اللي على جسم يوان وبيموته في النهايه. بس فينج بيفضل يعيط وبيقول له ان يوان دفن امه حيه ومحدش يعرف مكانها غيره وما ينفعش انه كان يموت. فسو بياخد ابنه وبيطلعوا يدوروا على ينج. بس قبل ما بيمشوا بيكون واحد من الحراس لسه ما ماتش وبيقولهم انها مدفونه في الغابه. فبيروح سو على الغابه بسرعه وبيلاقي المكان وبيطلع الصندوق وبيطلعها منه، ولكن للاسف بيلاقيها ميته. وبعد موت ينج سو وفينج انتقلوا للمدينه وبقوا مشردين في الشوارع وبقوا بيشحتوا. وسو بقى بيشرب وما بقاش في وعيه وبيروح سو البار علشان ينسى وبيفضل يتخانق وبيضرب الناس اللي هناك. ووقتها واحده من اللي شغالين في البار بتجيب له حد من الشرطه علشان يقبض عليه. وفعلا بيجي واحد من الشرطه علشان يقبض عليه، بس بيطلع صديقه ماو اللي كان معاه في الجيش. وبيفرح ماو لما بيشوف سو، وماو بيفضل يفكره بالذكريات اللي بينهم وبيقوله ان المدينه بقت محتله من ناس غريبه وبيقتلوا المقاتلين الصينيين لمجرد انهم يتسلوا، وانه هيروح بكره القتال معاهم في المصارعه ومهما كانت النتيجه. وبيطلب سو من ماو انه ياخد فينج معاه علشان مستقبله هيضيع لو فضل معاه. وبيفضل فينج يعيط جدا عشان مش عايز يسيب ابوه، فسو بيزعق فيه وبيرميه بره البيت. وبعد كده فينج بيقول لماو انه مش هيقدر يسيب ابوه، فماو بيتفهم الموضوع وبيسيبه يرجع لابوه تاني. اما سو بيصحى من النوم بيلاقي فينج سايب له رساله وبيقول له فيها انه مش هيعرف يسيبه تاني لانه وعد امه انهم يكونوا عيله واحده. فبياخد ابنه في حضنه وبيناموا. وتاني يوم الصبح سو ابنه بيروح يشجعه ماو في المصارعه، وشويه وبتبدا المصارعه وبيقولوا ان اللي هيكسب هياخد 100 قطعه ذهب. وطبعا دي فرصه كبيره جدا، والمصارعه ما بيبقاش ليها قواعد، اخر واحد هيعيش في المصارعه هيبقى هو الكسبان. وبيبقى الراجل اللي ضد ماو ضخم جدا، ولما ماو بيتضرب كتير بيروح فينج وبيضرب العملاق ده علشان يسيب ماو. فالشخص ده بيمسكهم هما الاتنين بايده وبيبقى هيموتهم. وفينج بيفضل يصرخ وبينادي على ابوه، فبيروح سو للحلبه وبيفضل يضرب المصارع العملاق ده لحد ما بيغمى عليه وبيخرجوه من الحلبه. بس بيدخل بداله 2 تانيين وبيفضلوا يضربوا في سو، بس سو بيرجع له تركيزه تاني وبيستخدم معاهم فنون القتال اللي كان بيتعلمها وبيغلبهم كلهم، وبيضرب اخر واحد وبيغمى عليه. وكمان سو بيغمى عليه ومش بيقدر يتحرك ولا بيفوق، وفينج بيفضل يفوق فيه وبيفكره بامه. وساعتها سو بيشوف ذكرياته مع ينج وبيحس انها لسه عايشه، وبيفوق سو فعلا وبيكسب الجايزه وكل المكان بيفضلوا يسقفوا له. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. سلام.